اجي تفهم اشنو فهمت. حلقة مهمة. القانون. البشر عبارة عن كائنات اجتماعية كتعيش في مجموعات قبائل اولا دول كاع، وباش يقدروا يعيشوا مزيانين وحتى شي واحد ما يتعدى على الاخر كيصوبوا قوانين اللي كلشي كيحترمها، ولا شي واحد خرج عليها ينالوا العقوبة اللي هما محددينها. المهم الهضره كامله اللي قلت لكم مسجليده وحتى شي واحد ما عارفها، عارف باللي حنايا واعرين في شكل. دابا نجيو ندويو على دولة مؤسسات ديمقراطية وكتحترم راسها، بحال المغرب مثلا. كيفاش كدوز القضية؟ باختصار، اول قانون كنصوبوا كاملين كمغاربه واللي فيه تنحددوا كيفاش غادي نعيشوا الواجبات والحقوق والحريات ديالنا وبزاف ديال الحوايج تتعلق بينا هو الدستور. الدستور هو القانون الكبير ديال البلاد واللي كنصوبوه كاملين كمغاربه، هو الجذر، هو اكبر حاجه. يعني خاص حتى شي قانون كيخرج من وراه ما يكون كيختلف عليه، حتى شي قانون ما عنده الحق يحيد شي حريه يعطيها لك الدستور، وحتى شي قانون ما عنده الحق يسمح لك بشي حوايج منعهم عليك الدستور. الا حلينا غادي نلقاو فيه بزاف ديال النصوص اللي كيتراسيو التيران ديال المغرب كامل وكيفاش المغاربه بغاو يكون. وفي الدستور كنحددوا نظام الحكم اللي غادي يكون في البلاد، واش ملكيه واش جمهوريه، وكنحددوا فيها تدين البلاد واللغه الرسميه ديال البلاد الى اخره. وكيقادو كيحدد السلطات اللي كتحكم البلاد واللي هما السلطه التشريعيه، السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه. صاد دوي معنا بالدارجه اللي كنسمعوا الشينويه. باينه هي هذه الجمله اللي طاحت عليك في الراس. باش نفهموا اكثر رجع معايا خطوه للور. كيفاش تصوب الدستور؟ مثلا في الدستور الاخراني اللي درناه 2011 الملك عين واحد الهيئه خصيصا باش تصوب الدستور ديال المغرب، واللي مكونه من ناس خدمتهم هي القانون. دماغهم طيب بالقانون اصاحبي. صوبوا لنا دستور اللي كيلبي المطالب ديال الناس اللي كانوا خارجين في 2011 مع الحركه العربيه، راكم عارفين ليستوار. يعني هذا الدستور يصوبوا كيلبي المطالب ديال المغاربه. من بعد ما صوبوه فوت عليه الشعب ب 98% قالوا نعم، يعني بغاوه الناس. اجي 98% كاع. واش شحال عزيز علينا الدستور ديالنا. دابا عرفنا كيفاش كيتصوب الدستور. السؤال اللي جاي، كيفاش كيتصوبوا هاد القوانين اللي كيأثروا حياه المواطن مباشره، بحال القانون الجنائي، مدونه الاسره، مدونه السير، واللي كيف ما قلنا ما خاصهمش يكونوا كيختلفوا مع الدستور. حتى شي قانون ما عنده الحق يحيد شي حريه يعطيها لك الدستور، وحتى شي قانون ما عنده الحق يسمح لك بشي حوايج منعهم عليك الدستور. هاد القوانين كيتصوبوا في البرلمان وهو اللي كيتسمى السلطه التشريعيه. البرلمان كيتكون 395 عضو برلماني كنفوطيو عليهم كل 5 سنين. يعني حنا الشعب اللي كنعينوهم في الانتخابات التشريعيه اللي قريبه جايه، حتى هي جايين على حلقات قادي. اشنو خدم دوك 395 واحد؟ خدمتهم هما يقترحوا قوانين ويفوطيو عليها باش تحرك هاد البلاد. يعني خاص الناس اللي يفوطيو عليهم يكونوا اكفاء ونيفو ودماغهم عامر، وهاد الخدمه كيتخلصوا عليها 36000 درهم للشهر كل واحد. كيفاش كدوز القضيه؟ مع شويه تفصيل. هادوك الناس اللي كنفوطيو عليهم كيكونوا منتمين للاحزاب السياسيه. هادوك 395 واحد كيكونوا جوج فرق في البرلمان، الاغلبيه والمعارضه. الحزب كياخذ اكثر عدد المقاعد في الانتخابات البرلمانيه هو اللي كيصوب ديك الاغلبيه. يعني كيدير تحالفات مع احزاب باش يولي معاه اكثر من نص ديال المقاعد البرلمان، وهذه هي الاغلبيه. ومن ديك الاغلبيه كيصوبوا الحكومه. الناس اللي في الحكومه ما كيكونوش في البرلمان، يكونوا برا البرلمان. الحكومه هي السلطه التنفيذيه، هي اللي كتنفذ القوانين اللي كيشرع البرلمان. لا الحكومه لا الاغلبيه لا المعارضه عندهم الحق يحطوا مشاريع قوانين هما قوانين باقي كاع ما تفوت عليهم، كيحطوهم في البرلمان وكيفوتيو دوك 395 واحد. الا خد داك المشروع القانون اغلبيه الاصوات كيدوز كيولي قانون. في المغرب الجهه اللي كتحط بزاف المشاريع قوانين حاليا هي الحكومه، وفي الغالب القوانين اللي كيتقبلوا هما القوانين اللي عند كفه الاغلبيه لانهم كثير كيقبلوا القوانين ديالهم. المهم لا تنفخ لك راسك بالمعلومات ما تخافش، راه جايه حلقه كتشرح هادشي بالديتاي ديال الانتخابات التشريعيه قريب هي غادي نبرد فيها الغدايه. بقات لنا السلطه القضائيه. السلطه القضائيه هي المحكمه، هي اللي كتحكم ما بين الناس بالقوانين اللي كيخرج البرلمان. هادشي معنفج الصح. البرلمان كيخرج قوانين اللي كتنفذهم الحكومه وكتحكم بهم المحكمه. جيتكم كنغني حسن من سعد المجرد. انت معلم خليني منهنيني. السؤال، واش كلشي القوانين اللي كيخرج البرلمان ما كيتناقضوش مع الدستور؟ باش ما نطولوش الهضره ندوزو الامثله باش توضح الامور. الفصل 31 من الدستور تيقول: تعمل الدوله والمؤسسات العموميه والجماعات الترابيه على تعبئه كل الوسائل المتاحه لتيسير اسباب استفاده المواطنات والمواطنين على قدر المساواه من الحق في العلاج والعنايه الصحيه. بلا ما نكملوا نوقفوا غير عند هذا. العلاج والعنايه الصحيه هو حق كل مواطن. هادشي في الدستور. واقع الحال تيقول لك غادي في الطريق طاحت عليك مزهريه من السماء مشيتي للسبيطار المستعجلات باش دواء يمكن لك تدخل تخلص 40 درهم. هادشي في السبيطار ديال الدوله، اما الكلينيك غير نسى. في الفصل 19 من الدستور تيقول: يتمتع الرجل والمراه على قدر المساواه بالحقوق والحريات المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئيه الوارده في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياتها الاخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدوليه كما صادق عليه المغرب، وكل ذلك في نطاق احكام الدستور وثوابت المملكه وقوانينها. تسعى الدوله لتحقيق مبدا المناصفه بين الرجال والنساء. الدستور تيقول خاص تكون المساواه ما بين المراه والراجل. والقانون تيقول في المغرب ما يمكنش المراه تقيد ولادها في المدرسه، ما يمكنش المراه يسافروا معاها ولادها، ما يمكنش المراه تكري كونط بونكير لولدها. با الوحيد اللي يقدر يدير هذه العمليه. يعني في الحاله ديال المراه اللي مزوجه ومطلقه وهي اللي حاضنه
عندنا ولادها الا بغى الراجل يدير معاه تعنكيش يعنكشها مزيان وما تقدرش تقيدهم حتى في المدرسه. هذا القانون هو قانون الولايه. المغرب الولايه ديما كاينه عند الاب ماشي للابوين على حد سواء. الادهم ذلك انه يقدر يكتب ولايه ولادو لشي واحد اخر من غير امهم. في الديسكريبسيون غادي تلقاو ديتاي اكثر. في الفصل 36 من الدستور يعاقب القانون على الشطر في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعيه الاحتكار والهيمنه وباقي الممارسات المخالفه للمنافسه الحره والمشروعه في العلاقات الاقتصاديه. هادشي في الدستور ممنوع الاحتكار. والواقع تيقول انه كاين 3 شركات ديال الاتصال في المغرب حبسوا ب3 في دقه واحده بلا ما يعلموا المواطنين خدمه ديال الفوائد احتكارا واستبدادا منهم وخرقا للدستور. حتى شي واحد مدوى لا سياسيين لا مواطنين. وعاد باش كاينين قوانين جايين في الطريق ناضا فيهم شلاضه بالرمان. قانون الجنائي قانون الصحافه وقوانين اخرين كثار. الولايه التشريعيه اللي حنا فيها دابا تعتبر هي اكثر ولايه خرجوا فيها القوانين في تاريخ المغرب وداك الشيء مزروب وحسي مسي بعد الخطرات. مسكينه الدستور تفرش. ولكن السؤال علاش بعض القوانين كيخرجوا مناقضين للدستور؟ واحد لان كاين واحد الطبقه كبيره من البرلمانيين ماشي اكفاء ما تيعرفوش يديروا خدمتهم وجرأتهم ومبادرتهم وعاد باش ما كيجيوش. مثلا في القانون الاخراني ديال العمال المنزليين التصويت على هذا القانون كان غايب 339 برلماني. تخيلوا شحال كان غايب كيتخلصوا 36,000 درهم باش ما يديروش خدمتهم. 339 راه فايته 80% من الناس. ملي كيخرج شي قانون من البرلمان كيولي صعيب باش يتبدل. وهاد الايامات غادي يخرجوا قوانين اللي ما تبدلوش هذه 60 عام. يعني خاصنا حنا كمجتمع مدني وكناس نردوا البال لهاد القوانين لان السياسيين ديالنا ما غاديش يعقلوا علينا. ما عقلوش علينا في شحال من حاجه مثلا الفوا اي بي. وفي قوانين حساسه بحال قانون العمال المنزليين اللي فيه تشغيل القاصرات كان غايب اكثر من 80%. في الرابط ديال الفيديو تلقاو مسودات ديال القوانين. ما كرهتكمش تقراوهم وتطالعوا وتقلبوا ما حد حنا كمواطنين غافلين على هذا الجانب. ما حد السياسيين كيديروا ما بغاو وكنحسوا بحال ما كاين حتى شي سلطه كتراقب لان حنا كشعب ما مسوقينش. سالينا حلقتنا سالات. كان بزاف ما يتقال مازال ولكن ما يمكنش نقولوا كلشي في دقه واحده. الا عجبتكم الفيديو بارطاجيوها باش تعمل فائده مع الناس. تابوناو عندنا في لاشين يوتيوب ديروا جيم لاباج ديالتنا. كنشكر ليكيب كامل اللي تعاونوا باش نصاوبوا هذه الحلقه. كنعتقد بهذا الشيء كامل اللي خدمنا عليه خاص المغاربه كاملين يعرفوه. هادشي علاش كنقول لك بارطاجي. خلي لنا التعليقات ديالك الاراء ديالكم تحت لا فيديو غادي يهمونا وغادي يفيدونا. الا كان عندكم اقتراحات الحلقات الماجيين مرحبا بهم. في هذه المربعات تلقاو فيديوهات ديال الناس مغاربه ناشطين في اليوتيوب كيديروا محتوى جميل كنصحكم تشوفوهم وتابونا في لاشين. والسلام عليكم.